لو قلت لك ان في حاجه في جسمنا تقدر تتابع مستوى السكر في الدم بتاعنا على الاقل لمده شهرين فاتوا، هل هتصدقوني؟ تعالوا اعرفكم على تحليل من اشهر تحليل السكر، وهو السكر التراكمي او ما يعرف بالهيموجلوبين A1C. ببساطه شديده احنا عندنا في الاوعيه الدمويه بتاعتنا خلايا اسمها كرات الدم الحمراء. كرات الدم الحمراء كلكم عارفين ان هي شايله او فيها الهيموجلوبين، والهيموجلوبين مسؤول ان هو يشيل الاكسجين للخلايا بتاعتنا. في الطبيعي كمان سكر الجلوكوز بيمسك في الهيموجلوبين، والمفروض ان كميه الهيموجلوبين اللي ماسكه في الجلوكوز تكون اقل من 5.6، فلو عليت على 6.5 بنشخصك انك مريض سكر. بس انتوا مش ملاحظين حاجه؟ ان انا قلت ان ده اختبار للسكر التراكمي وانا استخدمته هنا في التشخيص. فين التراكمي في الموضوع؟ سموه تراكمي لان بيديني صوره عامه هل انت مظبط اكلك والسكر بتاعك على مدار شهرين وثلاثه قبل ما تيجي العياده والدكتور يشوفك ولا لا، لانك ممكن تكون خاربها وقبل ما تروح للدكتور ظبط اكلك. فلو الدكتور هنا استخدم تحليل سكر تاني زي تحليل السكر الصايم هيطلع طبيعي. فبنبقى عاوزين نعرف هل انت ملتزم بالنظام الغذائي ولا لا، فبنعمل التراكمي. لو عجبك الفيديو ما تنسوش لايك وفولو عشان يوصلك كل جديد.